في حياتنا بنشوف ناس حوالينا بيحققوا نجاحات، وكل واحد ماشي في طريق مختلف. عادة لما نقارن نفسنا وبين الناس التانية ده بيخلينا نحس إننا خسرنا حاجة أو بنقلل من قيمتنا، وده حاجة كتير بتحصل، لكن لازم نبعد عنها علشان نحافظ على نفسيتنا صح. بنقارن نفسنا بيهم وبنحس بالإحباط أو إننا مظلومين، وغالبا بنركز أحسن الحاجات اللي عندهم وأسوأ الحاجات اللي عندنا. الموضوع مش كده. الحقيقة إنك ما ينفعش تعمل مقارنة بين نفسك بأي حد تاني. كل واحد بيواجه ظروف مختلفة وفرص مختلفة وتجارب مختلفة. الشيء الوحيد اللي لازم تقارن نفسك بيه، فاكر نفسك زمان وشوف انت اتقدمت ولا لأ. ممكن تكون حققت حاجة أو حتى خطوات صغيرة لكنها مهمة. المقارنة بالحقيقة دي هي اللي هتديك شعور النجاح الحقيقي، لأنك هتبص على تقدمك قدام نفسك مش قدام ناس تانية. والنجاح الحقيقي مش دايما في الانفراد بالمرة الأولى، هو في الاستمرار والثبات على الطريق الصح. لو ركزت دايما على نفسك، قدرتك على التقدم هتكون أقوى، وهتلاقي دايما سبب يخليك تتحسن حتى لو في لحظات صعبة، لأنك عارف انت ازاي بقيت كده. واللي احنا بنعمله ده طريق طويل. لا تقارن نفسك باحد. المقارنة بنفسك هتشجعك وتديك حافز عشان تنجح وتكون أحسن نسخة منك، عشان تلاقي القوة تتحرك لقدام. دي نصيحة مهمة لكل واحد بيحس بإحباط. خلي بالك، بس انت نجم بطريقتك الخاصة. اللي بيتعب ويكمل مش اللي بيقارن نفسه بالغير، هو اللي فعلا بينجح. لازم تحتفل بالإنجازات الصغيرة عشان ندي نفسنا دفعة تشجعنا بنفسنا. ساعات النجاح الكبير بيبدأ من خطوات بسيطة. لما تفرح بكل إنجاز صغير بتعمله بتحس إنك قادر ومكمل مشوار نجاحك اللي ابتديت فيه. ركز بس على الهدف الكبير. ممكن تحس بالإحباط وتفقد الحماس، لكن لما تحتفل بالإنجازات اللي بتحققها كل يوم بتبقي الرحلة أسهل وبتبقى متحمس تكمل، حتى لو كانت خطوة صغيرة زي إنك اتعلمت حاجة جديدة. دي فرصة علشان تكافئ نفسك وتقول أنا فعلا ماشي في الطريق الصح. وفي النهاية النجاح الحقيقي هو اللي بيخليك تفتخر بنفسك قبل ما الناس تفتخر بيك. امشي بشجاعة، وإن شاء الله كل خطوة هتاخدها تبقى أقرب للي بتحلم بيه. خليك قوي، وإصرارك هو المفتاح اللي هيفتح لك باب النجاح.